صدام كان عنده هوس بالنساء وكان يعتدي على النساء. كان زير نساء؟ ما أقول زير، كان متوحش. صدام كان كثير الاعتداء على النساء وخاصة بنات العوائل. أكو عقدة توقع؟ وكان يعتدي على الطالبات من المدارس. وهو رئيس؟ هو رئيس. حتى لما كان نائب مع الأسف كان يجيب بنات من القرى ينطيهن عناوين مهمة في القصر الجمهورية، وتحت هذه العناوين يفتح باب المقابلات. مقابلات أنه تريد تقابل السيد الرئيس أو السيد النائب، عندها مشكلة. إذا حضرتك ترجع لأرشيف الدولة، صدام سوى تعميم، قال الضابط اللي عنده قضية مو هو يجي يقابل، يخلي أحد أفراد أسرته يجي يقابل. تعميم عجيب. شفت أشياء مرعبة مرعبة. يعني مثلا فرد يوم راح على مدرسة، شاب ابنية قال لها يعني تعالي قابليني، عمرها صغير، شغلها في مكتبة وقامت تجيب له صديقاتها وقاصرات دا أتكلم. الأهل يسكتون خوفا وبعضهم قبلانين قبله. يعني أنا على الأقل في بعض الوقائع البنات كانوا ما يقول لأهاليهن، وبعض الوقائع الأهل يرجعوها للبنية مرة ثانية. البعض طبعا بالغنائم. يعني ما أدري، الناس تحب السلطة. سيدة اجت إلى سوريا وكان زوجها أحد قادة الدولة، أحد قيادة الدولة، مو قادة، أحد قيادة الدولة، قيادة الدولة الصف الأول. فتقول إلي قالت لي، هي سوت لي وجع راسه وايد طبعا. هي تقول إنه زوجها طلع من الصف الأول وعين سفير حتى ينفرد بها صدام بدون علم زوجها طبعا، ودار آخر الدنيا. وقالت كان ينام وياي ورفيقة. منظومة القيمية ملتها كانت تعبانة. هسه أكو بنية موجودة بس في يوم من الأيام يعني ما أعرف شلون تخليها بنت أسرة، يعني بالمتوسطة جابها صدام من زيونة.